أنا أتعجب من بعض من الشباب، أنا أقول بعض الشباب أول مسوين تجارة. إيش التجارة؟ مدمرة دنيا وآخرة، ويدمر بلد فيها، ويدمر أبناء بلد. لوازم تدخين تكلمنا عنه، دوخة وغليون وما أدري ويش يبيعون فيه. إيش الكلام هذا؟ إيش الكلام؟ خلصت التجارة عشان تسوي. لا، بعض الشباب يستقطب بنات من مختلف الجنسيات كفالة، زيارة 3 شهور، ويجددها مرة 3 شهور، ويضرب من كل راس 1000 ريال 500 ريال، وهن عادي فتحن بيوت دعارة هنا. حرام يا شباب، والله حرام، والله يدمرون أولادكم وأخوانكم، والله العظيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن ترك شيئا لله عوضه الله. لا تجد فيه بركة، لا في مال ولا في صحة ولا في أولادك ولا في حياتك أبدا. ويوم تطيح مريض يجلس لك استغفر الله استغفر الله أي استغفر الله. لا، ويقول لك الحمد لله الذي من علينا الإسلام. من علينا الإسلام وأنت مسوي دمار حال دنيا وآخرة، مسوي دمر بلادك، جايبين لك بنات وفاتح لك مال دوخة. وهذا اتقوا الله بنفسكم، نصيحة لله، لأن كلنا بنسأل يوم القيامة.